الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة وما تنسوش الشير وابعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من علياء متزوجة. حلمت إن أبي كان جالس هو وإخوتي، وكان أبي يعصر خلية النحل بيده ويطلع عسل كثير جدا، وبعد ما جمع العسل صار لونه رصاصي مثل الحديد. تفسير الحلم: يدل المنام على عمل سحر لكم جميعا بالموت والمرض، كما يدل المنام على إصابتكم بالعين من سيدة حاقدة وحاسدة، والله أعلم. ومعانا حلم من محمود أعزب. حلمت إني أزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدت 2 من الحراس واقفين يحرسون القبر، فقلت لهم أنا عاوز أدخل، فقال الحارس لصاحبه افتح له، فدخلت وبكيت بكاء شديد، ثم سجدت وبكيت بكاء شديد. تفسير الحلم: دل المنام على تفريش كرب أنت فيه، وزوال هم، والتخلص من المشاكل والأحزان، وعلى حدوث مناسبة سارة قريبا جدا، وعلى الذرية الصالحة والعمر الطويل. ولكن يا أخي العزيز، أوصيك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الفرج والنجاح والفرح وزوال كل هم. ومعانا حلم من ليلى عزباء. حلمت إن أحد أقارب أمي يجلسون بجانبي، وأنا كنت أتكلم عن حلمي، فهو قال لي مدام تفكرين إن شاء الله بتوصلي. أنا دائما أحلم في منامي أني أقول إن شاء الله يتحقق حلمي. تفسير الحلم: يدل المنام على استجابة دعاء تدعين به دائما وتحقيق أمنية تتمنيها بشدة، كما أن هذا المنام بشرى من الله لك، وهي رؤية صادقة من الله، وأسأل الله أن تتحقق سريعا، والله أعلم. وأسيبكم على خير وبعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.